لو عندك كيس فراولة في الفريزر او مانجا مفرزاه، يبقى الفيديو ده ليكي. السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل ايس كريم الفراولة وايس كريم المانجا، وتملي الفريزر بتاعك خير وبركة، وتفرحي ولادك في اي وقت في الحر ده عايزين ايس كريم، تطلعي وتاكليهم وتفرحيهم. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في قناتي فضلا وليس امر، ولايك الجميل وتعليقاتكم جميله، ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وقبل ما نبتدي نسمي الله وهنصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. انا كان عندي في الفريزر 3 اكياس فراوله مجمدين، طلعتهم كل كيس نص كيلو. انت بقى هتعملي نص كيلو، كيلو، نص كيلو، انت ايه كيلو اللي اللي انت عايزاه تعمليه او الموجود عندك. تمام. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا. هو بصوا، انا عملت الفيديو دوت بطريقتين: المانجا طريقة سهلة بتاعتي، وطريقة تانية شفت اخت فاضلة عاملاها فقلت عاملاها، بس حسيت في الاخر ان هي ايه كلها زي بعضها، فهنعمل بعد كده ايه اللي هي السهلة بتاعت المانجا بتاعتي. هناخد شوية فراولة كده من الكيلو ونص ده، حوالي ربع كيلو، وكل نص كيلو من اللي انا حطاه ده هحط معلقة لبن بودر ومعلقة كريم شانتيه خام، او تستخدمي الباكوات وتستخدمي كل باكو بتحطيه على نص كيلو، وهتحطي نص كوباية لبن. دي بقى ايه الخميرة بتاعت الايس كريم اللي هو بالفراولة ده. بس في النهاية انا قلت لكم عملت المانجا هتشوفوها بطريقة تانية اسهل، في النهاية كلها زي بعضها. تمام. وهو عملنا بقى الفراولة بالايس كريم باللبن البودر، ضربناهم مع بعض، وهنحطهم ايه في بولة كده، ونكمل ضرب الفراولة. وبعد كده ايه في النهاية هيتحطوا على بعض. عشان كده بقول لكم ايه الطريقة التانية اللي احنا هنعملها بتاعت المانجا، ان احنا كله نحطه في شفشق واحد، اسهل بكتير. بعد كده بقيت الفراولة بتاعتي دي هضربها بقى زي ما الخلاط بتاعي ياخد، على مرة او مرتين عفوا، واضربهم. لو لقيت الخلاط لان الفراولة ايه يعني مجمدة شوية، ممكن تحطي معلقتين مية زي ما انا هحط، يخلوا الخلاط يتحرك شوية، او معلقتين اللبن اللي انت عايزة تعمليه. ماشي. والفراولة يفضل اول مانجا اطلعها ايه، انا عملت كده، اطلعها من الفريزر قبلها مثلا بربع ساعة عشان تبتدي تفكلي شوية، بس في الحر ده هتفك على طول. بس يا دوبك معلقة او معلقتين مية او لبن اضربوا بيها ايه، نضرب بيها الفراولة. وطبعا في المرة التانية هضيف الفانيليا، او في اي مرة في اي مرحلة من دول هضيف الفانيليا والسكر. كل نص كيلو نحط عليه ربع كوباية سكر، ونفس المج اللي حطينا بيه اللبن او الكوباية. يبقى كل نص كيلو عشان ما يبقاش مسكر او جاذب. بس انت عايزه تزودي السكر زودي، انا حطيت كل نص كيلو حطيت عليه ربع كوبايه سكر. عايزه تحطي بقى نص كوبايه لكل، لو بتحبي الحاجه مسكره او ولادك بيحبوها مسكره قوي، بس يفضل والله الاطفال ما تكترلهمش في السكر. يعني لو حطيتي ربع كوبايه على نص كيلو، يبقى سكر خفيف كده افضل. خدنا الخميره بقى اللي احنا عملناها في الاول، ونلخبط ونخلطهم كلهم على بعض اهو. وبعد كده خلصنا هنجيب العلبة ونحطها فيها، مفيش اي مشكلة. انا هوريكي بقى طريقة المانجا اللي هي كله في شفشق واحد اسهل، وفي النهاية النتيجة واحد. هي الاخت قالت ساعتها ان كده اللون بيطلع احمر اكتر، فانا شايفة انه بيبقى قريب من بعض، مفيش داعي ايه تتعبوا نفسكم. بعد كده هنيجي للمانجا اهو. برضك مطلعه المانجا قبلها، كل كيس انا عندي نص كيلو، انا هعمل كيلو مانجا يعني الفراولة كان عندي اكتر. برضك هحط كل نص كل كيس هحط معلقة لبن بودر ومعلقة كريم شانتيه. تمام. وطبعا عشان كل حاجة هنعملها في الشفشق خلاط واحد، هنحط نص كوباية سكر، كل كيس ربع كوباية. تمام. وشوية فانيليا، فانيليا باودر، فانيليا سايلة اللي عندك، ونص كوباية لبن، نص كوباية ومعلقتين حسب ما ايه القوام يبقى معاكي. تمام. وهتضربي بقى ضربة في الخلاط كده، تضربي بالراحه، تبقى حنين على الخلاط عشان ايه المانجا بتبقى مجمده وتقيله، فما نبوظش الحاجه بتاعتنا. نضرب ضربتين ونقف. تمام. وطبعا انا ما افضلش نحط الوان صناعيه، عشان احنا بنعمل حاجه في البيت ليه، مش عشان نضمن سلامتها لاولادنا. نبعد عن الالوان الصناعيه اللي بتتحط، تدينا لون احمر ولون اصفر والكلام دوت. لون المانجا هو عارفينه، ولون الفراوله عارفينه، مفيش داعي نخلي اللون داكن اوي نحط الوان لاولادنا ونضرهم.
وبعد كده بردك بنحط استرتش سواء في الفراولة او في المانجا او كيس تلاجة عليها عشان ما تعملش طبق التلج فوق ايه الايس كريم. واحطها في الفريزر بقى لمدة 6 ساعات اقل حاجة. تسيبيها بقى يوم تاني يوم براحتك، هي اقل حاجة 6 ساعات. واطلعها. شيلنا الكيس اهو، ده الاسترتش او او كيس النايلون اللي انت حطاه، عشان ده بيحملنا ان الايس كريم بتاعنا ما يعملش طبق التلج. تمام. جربي كده ما تحطيش الكيس، هتلاقي عملت لك طبق التلج فوق الايس كريم. وطبعا ايه اطلعه قبلها ب10 دقايق او بربع ساعه عشان يبتدي يطلع معايا بايه، يبقى سهل يطلع معايا في المعلقه. يعني ما يطلع يبقى مجمد قوي. هو ما شاء الله اللهم بارك. ايس كريم طبيعي عاملينه بايدينا وضامنينه، وفي بركه ورزق وخير. شوفي الايس كريم بره غالي ازاي، فتبقى حاجه طبيعيه وخير في بيتك، وتفرحي ولادك وتملي الفريزر بتاعك. عشان اطلع الايس كريم بسهوله بحط في اي حاجه بوله ميه سخنه، احط فيها المعلقه واطلع. ما عندكيش معلقه ايس كريم باي معلقه. تمام. اهو تحفه. وكمان بقى لو اللي ما اتفرجش على ايس كريم التوفير بتاع الكريم كراميل او الشوكولاته، ده تحفه تحفه تحفه. تخيلي بقى لو عملتي كل الكميه دي وحطيها في الفريزر، كل ولادك يعوزوا ايس كريم تطلعي ولا تدفعي ولا تكلفي نفسك ولا تبعتي تجيبي من السوبر ماركت والكلام دوت. وبقى لو كمان هتفرحيهم اكتر لو جبت البسكوت ده من عند مستلزمات الحلواني بتاع الايس كريم، وتعملي لهم بقى ولا احسن محل حلواني بيبيع ايس كريم. ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. الحر ده فعلا عايز ايس كريم. ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو بص بقى ازاي، بص التركات، نحط من هنا شويه من هنا شويه عشان يبقى ايه ميكس كده بين الفراوله والمانجا. واللي عايز ساده تحطي له يعني فراوله لوحدها، مانجا لوحدها يحط. تمام. وهو ما شاء الله. وهو. اللهم صل على سيدنا محمد. اعملوه واعملوا ايس كريم التوفير واملوا الفريزر خير وبركه لولادكم، وهيوفر لك كتير. ما شاء الله اللهم بارك. عندنا بقى اي شويه مكسرات، شوكليت شيبس زي ما حطيت، من ما نحطش حاجه خالص. هو الايس كريم بتاعنا قمر، مش محتاج، وطعمه تحفه، مش محتاج اي حاجه. بس يا حبايبي بقى شيروه واعملوه وشيروه لاصحابكم واعملوه وتهنوا. واللي مشتركش في القناه يشترك. متنسوش تصلوا على سيدنا محمد. تعليقات. ولو اي حد عايز ايس كريم يقول لي اعمله. في انواع اخرى من الايس كريم معموله في القناه. بس بحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.